بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ مع بعض أول الحلقات في مراجعات للثانوية العامة. مش هنقول مراجعات طبيعية، هي مراجعات مهمة جدا ومن كتاب المدرسة، ودايما الامتحان ما بيخرجش من كتاب المدرسة. هنبدأ كل فترة كده، كل يوم كل يومين كل فترة نعمل فيديو صغير، حاجة بسيطة جدا، اسمعها أو بص عليها تستفيد كتير جدا وتراجع معانا النقط المهمة في كتاب المدرسة. أول حاجة في عندي قطعة بتقول many young people، العديد من الشباب today are searching for effective ways، اليوم بيدوروا على طرق مؤثرة to be balanced، عشان يكونوا متوازنين with their studies، مع دراستهم، social life، حياتهم الاجتماعية، and personal development، وتطور شخصياتهم. A recent survey، يعني استطلاع رأي حديث، showed that students who manage their time wisely، إن الطلبة اللي بتدير وقتها بشكل متعقل أو حكيم often feel less anxious، دايما بتشعر بقلق قليل and more motivated، وبيكونوا عندهم حماس أكتر. For example، some students، بعض الطلبة create detailed schedules، يعني هم بيعملوا جداول مفصلة. while others، بينما الآخرون prefer flexible plans، بيفضلوا الخطط المرنة that allow them، اللي بتساعدهم to adapt، أو بتسمح لهم بالتكيف مع الأوضاع. although technology can sometimes be distracting، إن التكنولوجيا ممكن تكون مشتتة. it can، شوف بيقول لك بالرغم من ان التكنولوجيا من الممكن ان تكون مشتته زي ما احنا بنقول، it can also be enriching، ممكن تكون مثريه، بتعطي ثراء يعني. when used for educational purposes، لما بتستخدم في العمليات التعليميه. apps that track habits، والتطبيقات اللي track habits، اللي بتدخل على العادات. remind students، بتفكر الطلبة of deadlines، بالمواعيد المحددة لنهاية امتحانات أو نهايات فترة مذاكرة. and suggest، وبتقترح ليهم learning strategies، استراتيجيات أو أشكال للتعلم. have become increasingly popular، أصبحت بشكل كبير معروفة يعني. experts emphasize، الخبراء بيأكدوا that fluency in time management، الانسيابية في التايم مانجمنت اللي هو إدارة الوقت. tolerance، والتسامح. of challenges، في التحديات. and confidence، والثقة in decision making، في صنع القرار. are all essential for success، مهمة جدا للنجاح. from another perspective، ومن وجهة نظر أخرى. خد بالك من الحتة دي. making mistakes، ارتكاب الأخطاء is not a weakness، ليست نقطة ضعف. but an opportunity، ولكنها فرصة مهمة جدا to learn and grow، للتعلم وللنمو. نشوف السؤال الأول. space helps students feel less anxious and more motivated، ايه اللي بيساعد الطلبة ان هم يشعروا بقلق اقل وبيكونوا متحمسين اكتر. avoiding schedules، تجنب الجداول، ما اعتقدش. طيب نمبر بي، managing time wisely، ادارة الوقت بشكل جيد او بشكل حكيم او متعقل. ignoring deadlines، تجاهل الاوقات المحددة. using social media، استخدام وسائل التواصل. لا، هي طبعا managing time wisely، إدارة الوقت بشكل متعقل أو حكيم helps students feel less anxious and more motivated، ودي موجودة عندنا في الجزء الأول، أو بيقول لي هنا a recent survey showed that students who manage their time wisely often feel less anxious and more motivated. السؤال التالي، what is said about technology in the text، ايه اللي اتقال عن التكنولوجيا في التكست؟ تعال نشوف كده. السؤال الأول أو الاختيار الأول، it is always distracting، إن هي دايما مشتتة. لا والله، ده هو قال هنا sometimes، أحيانا
distracting احيانا بتكون مشتته، ولكنها كان also enriching يعني مثريه او بتثري العمليه التعليميه. طب تعالى نشوف كده. it is always distracting دي اجابه غلط. it can only be used for fun تستخدم فقط للمتعه. it can support learning when used well ممكن تدعم التعلم لما نستخدمها جيدا. ولا it makes students less motivated بتخلي الطلبه اقل تحمسا. رقم طبعا الاجابه الصحيحه اللي هي it can support learning when used well ان هي تدعم التعلم عندما نستخدمها بشكل جيد. رقم 3 experts believe that making mistakes is important because الخبراء بيقولوا ان ارتكاب الاخطاء مهم جدا. الناس هتقول والله يا مستر هو ارتكاب الاخطاء دي حاجه كويسه؟ لا، هي فعلا هي حاجه مهمه لان انا بتعلم من الخطا. وشوف كده في الجزء الاخير بيقول لي making mistakes is not a weakness ليست نقطه ضعف but an opportunity to learn and grow. تعال نشوف shows lack of fluency بتبين نقص الانسيابيه يعني او الطلاقه. ولا نمبر بي provides learning opportunities اللي هي بتزودنا او بتزودنا بفرص للتعلم. ولا provides with decision making ولا proves بتبرهن على ضعف صنع القرار. ولا help students avoid challenges بتساعد الطلبه على تجنب التحديات. مفيش حاجه اسمها تجنب التحديات يا جماعه، يعني لو انا تحديات قدامي المفروض اواجهها. نشوف الاجابه الصحيحه اللي هي provides learning opportunities اللي هي بتدعم او بتزودنا بفرص للتعلم. تعالوا نشوف السؤال الرابع. رقم 4 بيقول لي نقط is a mentioned example يعني مثال ذكر of an educational app لتطبيق خاص بالتعلم. music streaming app الموسيقى يعني هل ذكر في القطع حاجه زي كده؟ ولا habit tracker اللي هو تتبع العادات؟ ولا سوشيال ميديا اب وسائل التواصل الاجتماعي او وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي؟ ولا اونلاين شوبينج اب؟ ولا الاونلاين شوبينج التسوق عبر الانترنت تطبيق خاص بكده؟ هنشوف هنا في القطع كان بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي apps that track habits. track habits ننزل تاني للسؤال هنلاقي ان بيقول لي habit tracker. يبقى habit tracker is a mentioned example for or of an educational app. Number 5 the text suggests ان القطعة بتقترح that confidence in decision making is الثقة في اتخاذ القرار هو unnecessary for success مش ضروري للنجاح. ولا distracting for students ولا مشتت للطلبة. ولا essential أساسي أو جوهري for success أساسي للنجاح. ولا harmful يعني ضار to motivation اللي هو ضار للتحفيز يعني. لا هي طبعا essential for success. وده كان تمرين مهم جدا من كتاب المدرسة. والمرة اللي جاية إن شاء الله هنعمل فيديو تاني للحاجة اللي في كتاب المدرسة اللي ممكن تجي لنا إن شاء الله في امتحان الثانوية العامة ونراجع مع بعض إن شاء الله بإذن الله نتفوق ونجيب درجات مميزة. شكرا.